النهاردة هكلمكم عن ذي القرنين من أشهر القصص في القرآن الكريم. لو حابب تعرف تابع الفيديو. اتذكرت قصة ذي القرنين في القرآن الكريم في سورة الكهف، وتعرف إنه ملك عادل حكم الأرض من شرقها لغربها، وهو واحد من الأربع ملوك اللي حكموا الأرض. المهم هو اللي بنى سد أو ردم يأجوج ومأجوج، وكان ذي القرنين بيلف الأرض من الشمال للجنوب، فراح لمكان يأجوج ومأجوج لقى قوم عند عين حامئة، يعني درجة الحرارة عندهم شديدة جدا، وكان يأجوج ومأجوج بيقتلوا منهم كتير جدا. فطلبوا من ذي القرنين إنه يبعد أذى يأجوج ومأجوج، فقرر يبني سد يأجوج ومأجوج واللي هو بين جبلين، فدفنهم تحت الأرض، يعني هو سد وردم في نفس الوقت. فاستخدم الحديد والنحاس، فجعل السد قوي جدا ومش هيخرجوا إلا بأمر الله، وخروجهم هو علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. فكانوا قوم فاسدين بيخلصوا على أي حد قدامهم، وعددهم كبير جدا أكتر من عدد البشر اللي عايشين على كوكب الأرض، ووجوههم مطبقة، يعني كلهم نفس الشكل. ودي كانت معلومات عن ذي القرنين. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.